السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ الأصدقاء. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كيفية تحضير لاير كيك بكاناش شوكولات ميلكا مغلفة بعجين السكر. ما نطولش عليكم، ندوزو المكونات وطريقة التحضير. أول حاجة غادي نوجدو المرحلة الأولى كاناش ميلكا. هاد المرحلة هذه كنوجدوها إما ليلة من قبل أو ساعتين على الأقل من قبل. عندنا 250 غرام شوكولات ميلكا، 100 غرام كريمة سائلة اللي غادي نسخنوها، وغادي نحتفظوا 200 غرام كريمة سائلة باردة. كنسخنوا مزيان الكريمة السائلة 100 غرام، كنأكد 100 غرام 200 غرام كنخليوها على الجانب. كنسخنوها مزيان، بعد كنصبوها على الشوكولات اللي قطعناها طريفات صغار، وكنبقاو نحركوا بكل بساطه حتى كيذوب لينا الشوكولات كله في الكريمه. ملي كنتاكدوا بان الشوكولات كله داب لينا، غادي نغلفوه فوق السطح بفيلم بلاستيكي، وغادي نوضعوه في الثلاجه كما قلت لكم اما ليله من قبل او ساعتين على الاقل. الان غادي نوجدوا الحلوى اللي اساس ديال لاير كيك، ماشي لا جينواز. غادي نحتاجوا المقادير التاليه اللي غادي ندوبلهم على جوج، يعني الوصفه هذه غادي نعملوها على جوج المرات. عندنا 170 غرام ديال الزبده، 230 غرام دقيق، 170 غرام سكر، 3 البيضات، 11 غرام خميره كيماويه، قالب فيه 15 سنتيمتر دو ديامتر. المكونات كلها غادي نحطها لكم في صندوق الوصف. هاد المقادير غادي ديروها على جوج المرات، يعني غتحضروا الحلوى جوج المرات. كنوضعوا سنيده والزبده في وعاء ديال الضرب الكهربائي بالفوي، وكنبقاو نضربوا الزبده ديالنا في السرعه ديال 3 ماكسيموم، يعني اكثر سرعه كنديروا 3، ما كنديروش باش ما تدوبش لينا الزبده، ما كنكثروش في السرعه. كنخلطوا هنايا الخميره الكيماويه مع الدقيق، ومره كنبداو ننزلوا ديك الزبده اللي كتلصق لينا في الجناب. كي كتبدا تبيض لينا الزبده، هنا غادي نزيدو 3 البيضات في مره واحده، وغادي نخليوها عاوتاني تضرب من جديد. ملي كتجانس المقادير كلها مع بعضها كنزيدو الدقيق. ملي كتوجد لينا العجين كنصبوها في قالب فيه 15 سنتيمتر دو ديامتر اللي دهنته بشويه ديال الزبده ورشيت عليه الدقيق. كنضربوه بالقلب فوق سطح العمل باش كتنزل لينا العجين كلها، وكنطهيوه في الفرن اللي سخناه من قبل على 150 درجه. كنخليوه يطهى لمده 45 دقيقه، وكنأكد بان هاد الوصفه هذه كدار على زوج ديال الخطرات، يعني المقادير كيدوبلو وكدار بنفس الطريقه. والان غادي نوجدو غاناش ديال الشوكولات اللي غادي نغلفوا بها الحلوه ديالنا. عندنا 500 غرام الشوكولات الاسود اللي قطعناه طريفات صغار، و500 غرام كريمه سائله تكون فيها 35% من الماده الدسمه. كنسخنوا الكريمه السائله وكنصبوها على الشوكولات، كنخليها واحد دقيقه تقريبا حتى كيبدا يترخى داك الشوكولات، عاد كنبداو نحركو. كنبقاو نمزجوا الشوكولات حتى كيذوب كله، ما كيبقى لينا حتى شي طرف ديال الشوكولات، وكنحركوه بحركه دائريه باش ما كندخلوش الهواء في الغاناش. ملي كنحضروا لاير كيك بالعجين السكر كنفضلوا اننا نستعملوا هاد لاغاناش ديال الشوكولات لانها كتلصق عليها مزيان، افضل من كريمه سويسريه، كريمه الزبده السويسريه او لا موسلين او كريمه الزبده العاديه. غير كيذوب لينا الشوكولات كله كنتاكدوا ما بقى لنا حتى طرف ديال الشوكولات، وكنحصلوا على هذا القوام. كنخليو الخليط على الجانب كيبرد. من بعد ما حضرت الحلوى على جوج المرات كما كتشوفوا هنا، غادي نقسم كل حلوى على جوج. اما هذاك الشابو الفوقاني فكنستعملوا، يعني ما كنضيعوش فيه، كنشربوه مع كاس داتاي، راه كيجي بنين، يعني عنده واحد المذاق متميز كيفكرنا في ديك الحلوى ديال زمان. كنشربوا به اتاي او كنحضروا بها لي كوب كيك او لي ماغنوم، يعني ما كنضيعوش فيها. سي فري ان لا جينواز خفيفه على هذا الكاطو، ولكن هذا الكاطو حتى هو متميز، يعني كنشكلوا شويه. من بعد ما قطعناه بسمك يعني متساوي كما كتشوفوا، كنوجدوا واحد الوعاء فيه
الحليب اللي غادي نسقيو به الحلوه ديالنا. غادي ندوزو نحضروا المرحله الثانيه من كاناش ديال الشوكولاط ميلكا. من بعد ما كنخرجوه من الثلاجه او كيبرد لينا، هنا غادي نضيفو 200 غرام ديال الكريمه السائله اللي فيها 35% من الماده الدسمه. ضروري تكون فيها 35% من الماده الدسمه، راها موجوده في الاسواق. كنبداو نزيدو شويه بشويه وكنضربو بالضراب الكهربائي. هاد غاناش ميلكا فريمون كتجي واعره من بين لي غاتو اللي كيعشقوه الاطفال، كيجي بنين بزاف، فريمون بنين. كنبقاو نضربوا الغاناش ديالنا حتى كنحصلوا على هذا القوام كما كتشوفوا، كيكون متماسك. غادي نوضعوه في كيس بلاستيكي ونحطوه على الجانب. والان غادي ندوزو للمونتاج ديال الحلوه ديالنا. غادي نبداو بالديسك اللي هو ملس، هو لتحتاني كنوضعوه، وكنبداو نسقيو بالحليب بارد. كنبقاو نسقيو مزيان، يعني كنكونوا سخيين، كنسقيوها مزيان باش الحلوه ديالنا ما كتجيش ناشفه. كنعملوا الطبقه الاولى بلا غاناش، كتكون حتى هي متساويه، وكنعملوا على حساب باننا هاد لاغاناش غادي نستعملوها 3 الخطرات، يعني على 3 ديال الطبقات، يعني كنقسموا الغاناش على 3 باش كيجيونا الطبقات متساويين. واشاك فوا كنبقاو نبسطو بديك لا سباتول ولا معلقه ولا اي حاجه عندنا، كنبسطوها مزيان باش كتجي مقاده. كنوضعوا الدائره الثانيه وكنعاودوا حتى هي نسقيوها بنفس الطريقه، كنسقيوها مزيان باش ما كيجيناش الكاطو ناشف وكيجينا رطب. كنبقى غادا بهذه الطريقه حتى كنوصل للاخير، وكنوضع داك الدائره الاخيره اللي كتكون ملسه. بما اننا درنا الكاطو على 2 المرات، راه كيكونوا 2 طروفه اللي هما ملسين، واحد كنديروه من التحت وكنسقيوه مزيان، وواحد كنديروه من الفوق. اما الفوقاني راه كنسقيوه من التحت ومن الفوق. غير كنسالي كنوضع الكاطو ديالي في الثلاجه لمده 6 ساعات على الاقل. من بعد مرور الوقت الكافي كنخرجوها من الثلاجه كما كتشوفوا معايا، كتكون شاده راسها مزيان. والان غادي ندوزو للتغليف. كناخذوا الشكلاط ديالنا اللي درناه من قبل وجدناه وخليناه براد وبدا كيتجمع مزيان. كنحركوه قبل ما كنستعملوه، ودائما حركه دائريه باش ما كندخلوش الهواء. صافي كنبداو نغلفوا بهذه الطريقه. كنبداو من الفوق هو الاول، كنوضعوا واحد الكميه، ومن بعد كنبداو ونغلفوا شويه علينا داك بلا سباتول. كنبقاو نغلفوا وكنبقاو نليسيو ما امكن ونقادو الجناب مزيان. كنبقاو نليسيوه مزيان بلا سباتول، وكنساعدوا بداك الليسور حتى كيتقاد مزيان. هنا راه كيطلب شويه الخدمه، حاجه طبيعيه. كنشوفوا البلايص اللي ناقصين كنزيدوا فيهم الشوكولاط، البلايص اللي عوجين كنقادوهم حتى كنحصلوا على يعني واحد الليساج اللي هو تقريبا بارفي. مني كنساليو كنمسحوا داكشي اللي زايد في الجناب وفي السيركل وكل شيء في الكرتونه وداكشي. من بعد كنرجعوه للثلاجه، كنخليوه يجمد، راه دغيا كيجمد، وكنعاودو نخرجوه باش كنكملوا الليساج. من بعد مني كيجمد كنخرجوه من الثلاجه ونعاودو نكملوا الليساج. نسيت ما قلت لكم، هنا كنساعدوا بواحد شويه الماء سخون اللي كنوضعوا فيه لا سباتول والليسور كيسخنوا، وكنبداو الليسي وكيكون ساهل. بهذه الطريقه هذه كيسهل علينا الليساج وكيجينا مزيان ومقاد. من بعد الليساج هذه هي النتيجه الاخيره اللي كنحصلوا عليها. كنوضعوه على الجانب، وهنا غادي نبداو نوجدوا عجين السكر. بالنسبه لعجين السكر غادي نحتاجوا 700 غرام اللي غادي نخدموها مزيان. بحال كنعركوها كنخدموها مزيان حتى كتطلق باش ما كتقطعش لينا ملي كنوضعوها فوق الكاطو.
بالنسبه للتزيين انا خديت اللون كما شفتوا معايا، خديت اصفر، وخديت بديت كنخلطو مع الزرق والحمر باش كيعطينا قوي، باش كيعطينا صفر بارد، باش كيعطينا صفر غالق. المهم بالنسبه لي كولور كتعملوا داكشي اللي عندكم وعلى حسب الاختيار. انا هادو كانوا موجودين عندي هما اللي خدمت بهم. من بعد ما كندخل الالوان الاختياريه في عجين السكر، هنا كنشكل حرابيل. بالنسبه للحرابيل كديروا على حسب الاختيار، كاين اللي كنحل كيكون رقيق، كاين اللي مويان، كاين اللي غليظ، المهم كديروا كما بغيتوا. من بعد كنلصقوهم مع بعضهم بالثلاثه، وكنبقاو نلويو بهذه الطريقه كما كتشوفوا. كنلويو باش كنحصلوا على واحد الشكل اللي هو مغبغي، كيكون رخامي. ومن بعد كنشكلوا حربل واحد بهاد لي كولور. ناخذ ورق الطهي، انا خديت زوج اللي لصقتهم باسكو عندي الاطراف، الرول اللي خديته كان بالاطراف، كنلصقوهم ولا كديروا الطرف اللي هو طويل باش كتسهل علينا لا باتا سكر نهزوها من فوق سطح العمل. كنرش شويه بالسكر جلاسي، وكنبقى نبسط ان بارتي غير الطرف اللي كنبسطو باش كنديروا فوق الحلوه ديالنا، هو الاول كنبداو به. غادي نبسطوه على شكل دائري وما يكونش رقيق بزاف. كما كتشوفوا معايا كنقطع، ولكن ما كندخلش بزاف، كنخرج شويه على العجين وكنقطع وكنحيد داك العجين اللي هو زايد. كنبسط اللي بقى من عجين السكر على طول. للتسهيل انا عبرت ديك الدائره ديال الحلوه قبل ما نبدا، وعبرت الطول باش كنجيب يعني باش كنجيبها مقاده لحد في القد، وما كنبقاش نضيع العجين، وفي نفس الوقت ما كنبقاش ندير خدمه وجوج على 3 الخطرات 4 الخطرات، يعني كنخدم خدمه واحده. كنعبرو هو الاول، من بعد عاد كنبقاو نبسطو. كنقاد لتحت مزيان، كنقطعو بالمسطره وكنرقع به دوك البلايص اللي هما ناقصين من الفوق. وهنايا بشويه د الماء كنبقاو ندهنوا الحلوه باش كتلصق لينا عجين السكر. كاين اللي كيستعمل داك لاكول اليمونتير غذائي، وتقدروا تستعملوا حتى الماء حتى هو راه تيلصق مزيان. واتونسيون هنا ما تكثروش الماء. وصافي هنايا غادي نهزوا العجين، غنبداو نلصقوا، اللي زايد غادي نقطعوه من طبيعه الحال. وكنبقاو ليسيو بهاد ليسور، كنقادو مزيان بهاد الطريقه حتى كنساليو. بالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري، انا عملت هاد لابوند لتحت كولور ارجونتي. وزوقت بشويه د لابودغ اليمونتير ارجونتي كذلك، عصرت فيها شويه د الحامض باش كتلصق، ومن بعد بديت كنزوق. واخيرا وضعت هذا الورد من الفوق وفي الجناب كما كتشوفوا معايا، كنزينوا به الحلوه ديالنا. بالنسبه للورد راه غلفت لاتيج ديالهم بشويه البلاستيك اليمونتير باسكو كنرشكوهم في الحلوه.
والى هنا وصلت نهايه الفيديو. كنتمنى ان المحتوى يكون نال اعجابكم، تكونوا استفدتوا. فلا كان كذلك ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك كالعاده، وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.